عرفتي ان انت شطوره جدا وبداتي تلتزمي على البلان وتستخدمي اللينك عشان خاطر تبطلي الجروبات. بس عايزه اوضح لك حاجه، موضوع التلقيط اللي هو انت في الجامعه حد عزم عليكي بسناك، حد اداكي شوكولاتايه، حد مش عارف ايه، هو دي كلها سعرات داخله وانت مش واخده بالك. احنا لازم نكنترول موضوع ان انت كل ما حد يديكي حاجه تاخدي منه قطعه، حتى لو هي قطعه صغيره، انت على مدار اليوم تلاقي نفسك دخلتي توتال كالوريز احنا مش محتاجينها خالص. وبرده بالنسبه لموضوع السناكس، اللي انت لو تكوني بره محتاجه تدخلي حاجه، في سناكس معينة ممكن أقدر أحسبها لك، مش كل حاجة بره نقدر نستخدمها. يعني مثلا تقولي لي إيه أكتر الحاجات اللي بتبقى قدامك متاحة ليكي بدائل صحية، ونحسبها ونخصمها من البلان، بحيث إن أنت مثلا بره احتاجتي تاخدي سناك، جوعتي أخدتي كذا، باقي اليوم هتبقى عارفة تتصرفي إزاي. فأنا هقول لك ده بيوزي إيه من الأكل ونحسبه إزاي. ملهاش. بتقولي ان هي في الجامعه لو هي مش محضره وجبتها في يوم ممكن تتصرف ازاي، تاخد ايه من بره. وبرده دايما صحابها لو حد بيعزم عليها في شوكولاته، حد بياكل فهيعزم عليها تاكل معاه، فهي بتقولي ده المفروض اوقفه ولا المفروض اعرف هو بيوزي قد ايه من الكالوريز عشان خاطر اظبطه في باقي اليوم. فهي اتفقنا ان احنا المفروض بقى كل الحاجات اللي بتتلقط في النص دي نحاول نوقفها على قد ما نقدر. البدائل الاكل او السناكس اللي ممكن نجيبها من بره دول هنحاول نحسبهم، هديها بدائل صحيه للسناكس اللي ممكن نشتريها من بره، نحسبها ازاي بحيث ان احنا ما نلخبطش الكالوريز بتاعه البراند او ما نعديهاش على قد ما نقدر. انا شايف ان الحاجات الواقعيه دي ان احنا نظهرها ونقولها احسن كتير من التوبكس السكريبتد، ونوريكم بقى على ارض الواقع الشغل والحاجات اللي انتوا بتحتاجوها وبتواجهوها. وانا نصيحتي في حاجه زي كده، اتعلم تقول لا. مش لازم اي حد بيعزم عليك باي حاجه، والضغط الاجتماعي ده يخليك دايما بتتاثر وبتنجرف مع الناس. لو انت عندك جول او عايز توصل لحاجه معينه او بتحافظ على صحتك بشكل معين، لازم تبقى صاحب قرارك وتعرف تقول لا للمغريات اللي حواليك.